برايم 5 النهارده جاي لكم بحل وشرح الجبريزل بتاع كونسبت 3.1 اللي هو هيدروسفير اند بايوسفير انتر اكشن. ده يا رجاله النهارده انا هعرض فيها الجبريزل والوات هابن، شرح وحل وتظبيط وبعض النصائح الصغيره كده لكل سؤال تجاوبه ازاي ان شاء الله في الفيديو ده. يلا كمل معايا وكمل معايا الفيديو وان شاء الله تستفيد. كنت معاكم مستر محمد الشهاوي. يلا يا رجالتي رجعت لكم واحنا دلوقتي مع كونسبت 3.1 اللي هو الكونسبت الاولاني في المنهج كله في سكند تيرم في الترم الثاني. طيب اول سؤال عندي بيقول لك water is important for all plants on earth. الووتر مهمه ليه؟ لكل البلانت. ليه الووتر مهمه؟ because all plants need water to grow. في اسهل من كده؟ كل البلانت need water to grow. كل البلانت محتاجه ووتر عشان تنمو. grow يعني ايه؟ ينمو يكبر. water can affect non-living things like rocks. يعني الووتر تقدر تأثر على النون ليفنج ثينجز زي الروكس. ايوه بتكسرها وتنقلها اهو. فبتعمل ايه؟ ويذرنج وايروجن. because water can cause weathering اللي هو التكسير and erosion اللي هو النقل of rocks. يبقى هتقولها كتير. بص بقى عشان تعرف تحفظ جبريزل بنعملها ازاي؟ بنقرا السؤال ونفهمه. طيب الإجابة بقولها 3-4 مرات بصوت عالي عشان وداني تسمع وتسجل. فلما تسمع وتسجل يتسجل هنا في الذاكرة، فاوريدي يبقى سهل عليك انك تكتبها. فلما تيجي تكتبها لو عندك مس سبيلنج او انت مش عارف تكتب كلمة، ترجع للانسر هنا وتنقلها مرتين 3 وتكتبها مرتين 3 علشان تعرف تكتبها في غياب الانسر دي، وهكذا. يبقى اقول له because water can cause weathering and erosion. في مشكلة؟ طبعا في الشرح لو انت وصلت للفيديو ده وما حضرش معاه الشرح واجب عليك انك تروح للدرس الاولاني عشان ده في الدرس الاول وتسمع الشرح كويس وتفهمه عشان تعرف يعني ايه weathering ويعني ايه erosion. Our planet looks like a blue marble from the space. البلانت بتاعنا بيبان ان هو كرة زرقاء من الفضاء. والسبب ايه بقى؟ علشان معظمه ميه. يبقى رد اقول له ايه؟ because about 71% of earth is covered by water. 71% من الارض ماله متغطي بالميه. طب واحد يقول لي لا انا هقول اجابه تانية. most of earth is covered with water. صح جدا ان معظم الارض covered by water. صح. لو جيت وقلت لك because 3/4 تلات ارباع الارض covered by water. صح. طيب water that forms the hydrosphere is one of the renewable يعني متجدد. resources يعني مصادر متجدده. الميه تعتبر واحده من ضمن المصادر المتجدده. السبب ايه؟ هتقول له due to water cycle. بس كده؟ يبقى water that forms the hydrosphere is one of the renewable because water can be replaced in nature by water cycle. الميه تقدر replaced. يعني ايه replaced؟ تقدر يجي مكانها عن طريق الووتر سايكل. طب واحد يقول لي لا انا هكتب بس because water the presence of water cycle due to water cycle. صح. مجرد ما تكتب water cycle انت جبت الاجابه. hiding of forms inside the soil is an example of an interaction between مين ومين؟ two earth sphere. واحد من ضمن التفاعل والانتراكشن بين اتنين هيمسفير. هتقول لي الورمز تعتبر بايوسفير والسويل تعتبر جيوسفير. يبقى ده انتراكشن بين جيوسفير اند بايوسفير.
اهو because worms belongs to يعني تنتمي الى هقول له تنتمي الى بايوسفير. اما السويل belongs to يعني تنتمي الى الجيوسفير. في مشكله؟ يبقى مشكله الاسئله اللي زي دي انك تبقى عارف الاولاني تبع انوسفير والتاني تبع انوسفير. الاولاني كان وورمز تبع البايوسفير والسويل كان تبع الجيوسفير. قول له ان ده تبع belongs to يعني بالنسبه الى الورمز فهي تبع البايوسفير والسويل تبع الجيوسفير وهكذا. Importance of atmosphere for plant in making their food. أهمية الاتموسفير للبلانت عشان يعمل أكله. To make and making their food عشان يعمل أكله. قول له أيوه because plant need carbon dioxide to make its own food. صح. Because plant take in carbon dioxide gas to form from air during photosynthesis process. يبقى بيستخدم الكربون دايوكسيد علشان يعمل أكله بنفسه. Most of fresh water on earth can't be used for drinking. معظم الفريش ووتر ما بستخدمهاش في الشرب. ليه بقى؟ قال له because most of fresh water on earth are in the form of frozen water. ماء مجمدة. ماء مجمدة. معظم مية الأرض الفريش هي مجمدة فين؟ في القطبين. Some ponds and lakes may dry up. Dry up يعني تجف. تجف يعني ايه؟ تجف يعني تنشف. During some months. قال له because when the temperature increase in summer water evaporates. تتبخر. faster أسرع. المية ايه؟ بتتبخر أسرع. فعشان كده في بعض المانس تلاقي البحيرات دي جفت ليه؟ عشان في evaporation كتير. No green plant can survive. يقدر يعيش in a abyssal zone. مناطق عميقة of ocean. مفيش بلانت تلاقيه في الايه؟ في الابايسل زون. اقول له الصلايت ما بيوصلهاش، الدنيا بتبقى ضلمه. because abyssal zones don't receive لا تستقبل sunlight. ما بيجيلهاش sunlight فعشان كده مفيش نبات هيبقى فيها. what happened؟ ايه اللي هيحصل to the state of water when subjected؟ تعرضت extreme قارس weather يبقى طقس بارد قارس. ايه اللي يحصل للستيت اوف ووتر لما تتعرض لبرد قارس شديد يعني؟ اقول له هتتحول لتلج اهو. it will be changed into solid state اللي هو الايس. هتحول لسوليد ستيت اللي هو الايس. if plant can't get carbon dioxide لو البلانت ما خدش get يعني ياخد ما قدرش يحصل على السانلايت هنقول له can't grow can't make its own food can't make photosynthesis process can't survive. الاربع اجابات دول ينفعوا. they will not be able to make their food by photosynthesis process. مش هيبقى قادر اهو. they will not be able to مش هيبقى قادر to make its own food أكله عن طريق الفوتوسينثيسيس process. What happened to animals that live in lake if they dry up؟ جفت. إيه اللي هيحصل للأنيمال لو البحيرة جفت؟ هتقول له they have to يجب عليهم adapt to the change that happened or they will die. يا يتكيفوا مع الوضع الجديد يا يموتوا. يبقى they have to adapt
they have to adapt to the change that happen or they will die. هيتكيفوا مع التشينج اللي happen اللي حصل او هيموتوا. يبقى واجب عليهم ان هم يعملوا adaptation. كده بالمنظر ده انا خلصت ايه؟ انا خلصت give reason والوات happened بتاع concept 1 في السكند تيرم. ان شاء الله كده اشوفكم في الفاينل ريفيجن بتاعه concept 1 علشان ان شاء الله نظبط معاكم الشابتر ده والكونسبت ده تماما وما يكونش واقع مننا حاجه. السلام عليكم.